شهر عظيم قد تسامى قدره وعلى رباه تنزل القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تحدثنا عن أن الصيام شرع لمعنى، وهذا المعنى هو معنى تعبدي، وهنالك غاية لا بد أن نصل إليها من خلال صيامنا والتزامنا بهذا الشهر الفضيل، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ونستكمل إن شاء الله هذا الأمر بحيث تتضح لنا الصورة إن شاء الله الكلية لما هو مطلوب منا وما يمكن أن يحققه لنا الصيام في هذا الشهر المبارك. لا يمكن أن نتحدث عن التقوى من دون أن نتحدث عن تحرير هذه النفس من شهواتها. فالصيام هو مدرسة الحرية. طبعا كثير من الناس ربما يستغرب أن نتحدث عن التحرير وعن الحرية التي هي انطلاق عن الرغبات وانطلاق لما تشتهيه النفس، وبالتالي لا يشعر الإنسان بأنه حر إلا إذا فعل كل ما يريد. ونفهم الحرية أحيانا بمعنى ربما لا يكون عميقا. نفهم الحرية هي انطلاق، ولكننا لا نفهم الحرية هي تقييد أيضا. وباختصار، الصيام يعلمنا معنى الحرية ومعنى تحرير الإنسان من الرغبات، من الشهوات، من الغرائز، من شهوات البطن وشهوات الفرج ومن تعلقات النفس البشرية في ملذاتها. الصيام يعلمك الحرية ببعدها الإسلامي إن صح التعبير. فالحرية في التصور الإسلامي هي محض الاختيار الحر إقداما أو إحجاما. فأنت عندما نقول بأنك لك الحرية في أن تختار، ولك الحرية في أن تختار بمعنى أنك قد تختار السلب وقد تختار الإيجاب. فعندما نقول بأن الشريعة جاءت لتجعل هذا الإنسان يخرج من دائرة هواه ليكون عبدا لمولاه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا، هذا معنى مهم جدا، وهو أن هذا الإنسان تبنى فلسفة الحرية في الإسلام على معنى جواني كما يقول على عزة بوغوفيتش، معنى داخلي. المعنى الجواني والمعنى البراني معنيان لا بد الالتفات إليهما. المعنى البراني الآن هو أنك أنت والله يراك الناس بأنك والله امتنعت عن الشراب، امتنعت عن الأكل، امتنعت عن الجماع، امتنعت عن المحرمات، هذا معنى ظاهري. المعنى الجواني هو معنى التحرر، المعنى اللي هو معنى المشيئة. وطبعا لن نجد كلمة الحرية بهذا المعنى الذي أتكلم عنه في المقاصد الشرعية، إن والله الله عز وجل يقول التحرير، لكن الله عز وجل يعبر بالمشيئة ويعبر بالاختيار. فمسألة الاختيار ما كان لهم الخيرة. فأنت عندما تنحاز بمحض إرادتك إلى اختيار الله لك فقد انحست من دائرة الهوى إلى دائرة الهدى. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فأنت ابتداء بشهادة أن لا إله إلا الله وبدخولك في الإسلام إنما اخترت طوعا أن تكون عبدا لله، وأن تكون عبدا له اختيارا، لأنك في الأصل عبد له اضطرارا. فأنت ما خرجت إلى هذه الحياة اختيارا، خرجت هذه عبودية اضطرارية. الله هو الذي أحياك، الله الذي خلقك، وهو الذي أمدك، وهو الذي أعدك، وهو الذي يقبض روحك، وهو الذي يكون مآلات الأمور في النهاية كلها إليه. ولكن الله سبحانه وتعالى بهذه المساحة أعطاك مشيئة وأعطاك اختيار بأنك إما أن تنحاز إلى دائرة الخير أو تنحاز إلى دائرة الشر، إما أن تنحاز إلى دائرة الكفر أو دائرة الإيمان، دائرة الطاعات أو دائرة المعاصي. وهنا هذه المسألة يحققها الصيام ويدربك عليها تدريبا عمليا. فالله عز وجل عندما شرع لنا شعيرة الصيام من وقت معين إلى زمان معين نمتنع فيه عن قضايا معينة بمحض اختيارنا. لاحظ الجميع، ندخل جميعا في وقت معين، والله سبحانه وتعالى حدد لنا وقتا، ونحن بمحض إرادتنا نندمج في هذه العبادة وهذه الشعيرة فنتحرر من نزواتنا. النفس تريد أن تأكل تقول لها لا، النفس تريد أن تشرب تقول لها لا، النفس تريد أن تذهب إلى الجماع مع الزوجة تقول لها لا، النفس تريد أشياء كثيرة جدا تقول لها هذا محرم، هذا لا يجوز. هذه المسألة سبحان الله هي التحرير من الشهوات. كثير من الناس سبحان الله تجده هو أسير لشهوته، أسير لرغبته، أسير لغريزته، فهو مستعبد لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
فسمى الله تبارك وتعالى مجاراة الهوى اللي هي ما نسميه الآن بالحرية المطلقة والليبرالية المطلقة أو التحرر من قيود الأديان من قيود الشرائع. هذا النوع من الحريات المسمى الحقيقي له هو هوى. والله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب وكلف الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجردت سيوف الجهاد حتى يخرج الناس من دوائر الهوى إلى دوائر الهدى. فهذه المسألة يعلمنا أيضا الصيام كيف نتحرر من رغباتنا وغرائزنا وشهواتنا. وبالتالي هنا ستلاحظ بأنك عندما تدخل في الصيام دخلت في معنى الحرية الحقيقية، أنك أنت والله تستطيع أن تقول لنفسك لا وتعلمها هذا المعنى. وبالتالي معنى التحرير الحقيقي نجده كذلك في هذه الشعيرة. ولذلك أحسن من ذهب إلى أن من مقاصد هذا الصيام تحرير النفس البشرية، ولكنه المعنى الحقيقي للتحرير هو أنك عندما يأمرك الله تبارك وتعالى تتلقى تعاليم الله عز وجل اختيارا، أنك والله بإمكانك، أنت لست آلة ميكانيكية بحيث والله يحركك قانون الطبيعة، لا، أنت عبارة عن إنسان أعطاك الله مشيئة، ولست ملكا أيضا حتى نقول بأن والله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأنت إنسان تستطيع أن تطيع، تستطيع أن تعصي، تستطيع أن تتمرد، تستطيع أن تتقدم، تستطيع أن تأخر، هذه كلها ركبها الله فيك. فأنت تحقق معنى التحرير عن الشهوات على وجه التحديد من خلال الدخول في منظومة الصيام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أحرار العالم بالصيام، وأن يجعلنا ممن يدخلون في معنى العبودية الحق بالصيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر عظيم قد تسامى قدره وعلاه ما تنزل